انسوا كل طرق الفراخ اللي عملتوها قبل كده، وركزوا معايا في الطريقة دي وجربوها عشان مش هتبطلوا من حلاوتها تعملوها. وكل شوية هيطلبوها منك. معايا طاسة على النار، هنزل ب3 معالق زيت كبيرة لحد كده ما تسخن معايا كويس. بعد كده هنزل بقطع الفراخ بتاعتنا مغسولة كويس جدا ومحطوطة في محلول النقع، وبعد كده شطفناها تحت المية الجارية وصفيناها كويس جدا جدا. الفراخ زي ما انت تحبي، فرخة كاملة او ممكن تستخدمي اجنحة. انا كان معايا هنا اوراق، قطعت الورك النصين علشان يشرب معايا من التتبيلة كويس جدا. هنزل عليها بنص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الكاري. المعلقة من الكاري دي هتودي الفراخ في حتة تانية خالص، ونص معلقة من البهارات المشكلة. بعد ما اديت صدمة للفراخ وخدت وش من الجنب الاولاني، هبدأ اقلبها على الوش التاني. وحاولوا تستخدموا طاسة او صينية ما تكونش بتلزق علشان خاطر الفراخ بتاعتنا نعرف نقلبها بسهولة كده. بعد ما خدت وش قمر كده من الجنبين، هنشيل الفراخ كده على جنب، والصوص اللي نزل منها ده بقى هنستخدمه في بقية الوصفة. شايفين لون الفراخ معايا عامل ازاي؟ في منتهى الجمال. الصدمة اللي احنا عملناها للفراخ دي بتدي لون حلو للفراخ جدا، وكمان بتقفل مسام الفراخ معانا. معايا بقى بصلتين وسط كده هنقطعهم جوليان، ولو عايزة تكتري في كمية البصل كتري، بيدي طعم في منتهى الجمال، مفيش مشكلة. وكمان معايا فلفلاية كده باردة رومي، قطعتها مكعبات صغيرة، وثلاث طماطمات حجمهم وسط كده قطعناهم مكعبات صغيرة. ولو حابة تبقى سبايسي معاكي هتضيفي حباية من الفلفل الحار. هننزل بقى بالبصل اول حاجة بتاعنا كده على الصوص اللي شوحنا فيه الفراخ، وهنديله تقليبه كده. انا بس عايزه البصل معايا يدبل. وهنزل بالفلفل، وكمان بقى تركه هتودي الاكله دي في حته تانية خالص، معلقه صغيره من الثوم المفروم. وبعد كده هنزل بالطماطم ومكعب مرق الدجاج، وده اختياري بس هو بيدي طعم حلو جدا للصوص بتاع الفراخ. ومعلقه صغيره من السكر. تقليبتين بقى كده 5 دقايق كده الطماطم تتسبك معانا. وبعد كده هنزل بكوبايه زبادي، ولو ما عندكيش زبادي حطي كوبايه صغيره من اللبن وعصره ليمونه. وسيبي الصوص ده بقى مع بعضه كده 5 دقايق بالظبط. وبعد كده هننزل بالفراخ اللي اديناها صدمه كده في الاول، وهنزل بنص كوبايه من الميه وعلى نار عاليه. هسيبها كده تاخد غلوتين 5 دقايق. بعد كده بحطها في الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره 180، وبكون مولعه الفرن قبلها بربع ساعه. بعد ما بتستوي معايا بتاخد في التسويه حوالي كده نص ساعه. بشغل عليها الشوايه علشان تاخد اللون الحلو ده. تقدري تسويها على البوتاجاز من فوق، وبعد كده تدخليها الفرن وتحطيها تحت الشوايه، هتطلع معاكي بالجمال ده. مش عايزه بقى اقول لكم طعمها حلو قد ايه، ريحتها حرفيا كانت قلب البيت. تاكليها بقى جنب رز بالشعريه، جنب رز ابيض، جنب مكرونه. عشان انا في اليوم ده كنت عامله محشي، فانا بحب اكل المحشي مع الفراخ دي وصوص الفراخ، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. شايفين الفراخ معايا دايبه ومستويه وسهله وبسيطه، ما خدتش معانا وقت خالص في التحضير. متاكده لما تجربوها هتعتمدوها ومش هتبطلوا تعملوها، وهتطلب منك كل يوم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للوصفه القمر دي ومتابعة علشان يوصل لكم كل وصفة جديدة بنزلها. بحبكم قوي، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبألف هنا وعافية.